الحاجات دي لو في بيتك اتخلص منها فورا، لانها بتعمل مشاحنات وتوتر وطاقة سلبية في البيت. لو انت عندك في البيت صبار او تين شوكي، حاول تتخلص منه فورا، لان الصبار معروف عنه ان هو بيطلع طاقة سلبية في البيت، وده لان الصبار بينمو في المناطق المهجورة، في الصحراء، في القبور، فبيبقى فال وحش ومش مستحب ان انت تحطه في البيت. لو انت عندك ريش، اي نوع من انواع الريش، برضو مش مستحب ان انت تحتفظ بيه في البيت، لان الريش بيحمل طاقة الموت بتاعت الطيور، فبيطلع طاقة سلبية، فبرضو يستحسن ان انت تتخلص من اي نوع من انواع الريش في بيتك. كمان كثرة المرايات في البيت، المرايات الكتير قوي في البيت دي مش كويسة، خاصة في غرفة النوم. وطبعا المرايات المكسورة او المشروخة دي تترمي فورا. في كمان الورد البلاستيك او الزهور اللي هي الزينة ديت، فرع الشجر، الزينة والحاجات دي يستحسن برضو التخلص منها، لان هي طاقة سلبية رهيبة في البيت. برضو الأتربة والعنكبوت اللي بيكون لازق في زوايا البيت دوت، برضو لازم تتخلصوا منه فورا، لأنه طاقة سلبية فظيعة. في حاجة خطيرة موجودة عندنا، هي الساعات الواقفة. الساعة الواقفة في بيتك، يا تحط لها حجر وتشغلها، يا تتخلص منها، لأن الساعة الواقفة في البيت بتعمل تعطيل ووقف حال وحاجات كده غريبة، برضو بتطلع طاقة سلبية. في كمان الأطباق المشروخة أو المكسورة أو المكسور منها حتة، برضو لازم تتخلصوا منها يا جماعة. في برضو مقتنيات المتوفي اللي ناس كتير بتحتفظ بيها، برضو طاقة سلبية في البيت، لأن هي بتحمل طاقة الشخص المتوفي، فهي برضو فعل مش كويس في البيت. فالحاجة دي يا تتصدقوا بيها، يا تتخلصوا منها، أو تحطوها في مكان خارج البيت. في عادات بقى احنا بنعملها زي الكنس بالليل، مش مستحب ان انت تكنس الأرض من الوساخة بالليل. في كمان الشبشب المقلوب، برضو الشبشب المقلوب او الشبشب على شبشب، برضو دي من الحاجات اللي بيقولوا ان هي بتجيب نكد. عندنا كمان المقص، ما ينفعش انت تمسك مقص وتقعد تفتح وتقفل فيه على الفاضي، برضو دي حاجه من الحاجات اللي بتجيب نكد جدا. الكتابة بالقلم الأحمر بالليل برضو حاجة مش كويسة، لأن القلم الأحمر معروف إن هو اللي بيتعمل بيه الأعمال، واللي بيتكتب بيه الحاجات السحر والحاجات دي والطلاسم، فمش مستحب أبدا استخدام القلم الأحمر بالليل. طبعا في حاجات تانية كتير جدا، بس عشان وقت الفيديو، زي مثلا البومة، زي صوت الغراب، زي حاجات كتير جدا بتعمل طاقة سلبية وبنتشائم منها. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتوا بتتشائموا منها او بتعمل طاقة سلبية على حسب بلدكم، ويا ريت تكتبوا الحاجة وتذكروا اسم البلد، وانا ان شاء الله لو حابين هعمل فيديو تاني عن ازاي نتخلص من الطاقة السلبية في البيت، ازاي نرقي البيت، ازاي نخلي بيتنا خالي من النكد، من النحس، من الحاجات اللي هي بتعمل طاقة سلبية في البيت، ازاي ننظف البيت من الطاقات الوحشة ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بس اكتبوا